السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد صلاح. جينا لكم النهارده فيديو جديد وهنكلمكم عن سمارت ووتش جديدة من شركة جيروم. لو انت مش متابع القناة بتاعتنا فانا بنصحك ان انت تدخل دلوقتي في القائمة اللي انا سايبها لك تحت، فيها جميع الساعات الذكية اللي احنا اتكلمنا عنها الفترة الأخيرة. النهارده جينا لكم فيديو جديد وهنكلمكم عن ساعة جديدة جدا من شركة جيروم بتيجي بموديل GR-FC2. ان شاء الله في الفيديو ده يا جماعه هنشوف اهم المميزات اللي موجوده في الساعه اللي معانا النهارده، وهنشوف برضو بعض الملاحظات اللي احنا شفناها في الساعه ديت، وهنشوف ازاي ممكن نربطها بالموبايل وازاي ممكن نستخدم الابليكيشن بتاعهم. تابعوا معانا الفيديو للاخر. اهلا بيكم. زي ما انتم شايفين كده ده شكل العلبه بتاعت ساعه GR-FC2 من شركه جيروم. في نقطه هنا عايز اقول لكم عليها بس قبل ما نروح للساعه نفسها. هنا بيظهر معانا رمز QR علشان تقدر تتاكد ان المنتج اللي معانا اصلي. اول نقطه كده هيجي المحتويات اللي معانا النهارده وهو اليوزر مانوال، وبعد كده الساعه، وبعد كده هيظهر معانا الاستراب السبير ده هو من الجلد، وبعد كده هيظهر معانا هنا الشاحن وهو عباره عن شاحن ماجنتيك عن طريق البنتين دول. لو جينا بصينا كده للساعه نفسها فانا عايز اقول لك ان الساعه دي بتيجي بشكل دائري زي ما انتم شايفين كده. ولو دوسنا هنا على زرار الباور من الجنب ده، وفي زرار هنا ده الخاص بالسبورت مود، هنضغط هنا ضغطه مطوله شويه علشان الساعه تبدا تشتغل معانا زي ما انتم شايفين، واشتغلت بالشكل ده كده. في الاول كده عايز اقول لك ان الساعه ديت بتيجي بشاشه بمقاس 1.32 انش. الريزوليوشن بتاعها او الدقه بتاعتها 360 في 360 من نوع IPS. في نفس الوقت برضو عايز اقول لك ان الساعه دي بتيجي ببلوتوث 5.3، فده هيدي لك استقرار اكتر وهيدي لك مسافه اكتر من 10 متر بين الساعه وبين الموبايل. في نفس الوقت كده فانا عايز اقول لك ان الساعه ديت فيها مايك وفيها سبيكر علشان تقدر تعمل منها مكالمات لما بتربطها بالموبايل. لو جينا بصينا من الخلف كده فهيظهر معانا مكان الشحن الساعه، وهيظهر معانا السنسورات الخاصه بقياس نبضات القلب، الاكسجين في الدم، الضغط، ده كله موجود في الساعه. في نقطة هنا عايز اقول لكم عليها وهو الاستراب ده بيجي بمقاس 22 مللي، تقدر تغيره بسهولة جدا من خلال السوست الموجودة هنا. فانا عايز اقول لكم ان هو متوفر باشكال وبالوان كتيرة جدا وبخامات زي ما انت عايز. الساعة ديت بتيجي بمعيار IP68 ضد المية، يعني تقدر تستحمى بيها او تنزل بيها حمام السباحة بدون مشاكل، لانها بتيجي بمعيار IP68. في نفس الوقت برضو عايز اقول لك ان الذاكره الداخليه بتاعه الساعه ديت بتيجي ب 128 ميجا بايت، ودي حاجه كويسه بالنسبه للساعات الذكيه، وده بيديها سلاسه زي ما انتم شايفين كده في التاتش، والسوفت وير بتاعها ممتاز جدا بصراحه، من افضل الساعات اللي شفتها في السلاسه في الاستخدام. التاتش بتاعها ممتاز جدا بعد ما جربته بصراحه. هنا الساعة بتيجي بوزن 50 جرام بالنسبة للساعة نفسها، لكن طبعا وزنها بيزيد شوية مع الستراب السيليكون بتاعها. لو جينا اتكلمنا على البطارية بتاعت الساعة دي فانا عايز اقول لك ان البطارية بتاعتها بتيجي بحجم 220 ملي امبير، فهي هتشتغل معاك تقريبا من 7 الى 10 ايام. ده شغل متواصل لما بتوصلها بالموبايل وجميع الخصائص اللي فيها. لكن لو انت مش موصلها بالموبايل فهي هتقعد معاك ستاند باي تقريبا 15 يوم، وده بعد تجربة شخصية. شكلها ممتاز للناس اللي بتحب الساعات الكبيرة في الايد شوية. في نفس الوقت برضو قال لك ان هي تنفع تتلبس على الفورمال او الكاجوال بسبب شكلها الممتاز، والاسترابات اللي بتيجي معاها بتقدر تغيره بسهولة. الساعة ديت لو جينا بصينا كده على اهم الايقونات اللي فيها، هنا الرياضة. لو دخلنا على الرياضة هنا في الجري والتريد ميل والمشي والريشة وكرة القدم، اليوجا، التمارين الحرة، وهو بيقدر يكتشف التمارين اللي انت بتعملها بشكل تلقائي. لو جينا بصينا على السجلات هنا، وبعد كده هنا الطلب، ده هيظهر معانا سجل الهاتف، هيظهر معانا الاسماء اللي انت سجلتها على الساعة، وسجل مكالمات الناس اللي اتصلوا عليك الطلب. هنا لو تقدر تعمل مكالمات من الساعة تطلبها من الساعة على طول. بعد كده هيظهر معانا هنا الاكتيفيتي اللي انت عملتها، كام خطوة، كالوريز، الكلام ده كله. وهيظهر هنا معدل قياس نبضات القلب، وهنا الاجهاد، وهنا بيقيس لك النوم بتاعك، وفي نفس الوقت هنا بيقيس لك ضغط الدم والاكسجين في الدم. طبعا الحاجات دي كلها موجودة، لكن زي ما احنا بنقول في الفيديوهات بتاعتنا كلها ان انت متعتمدش عليها خالص. يعني الموسيقى هنا عشان لو حبيت ان انت تتحكم في الموسيقى اللي انت مشغلها على الموبايل من خلال الساعة، يعني تقدر تقدم تجيب التراك اللي قبله والتراك اللي بعده في الميديا اللي انت مشغلها، تقدر تعلي وتوطي في الصوت. هيظهر معانا هنا الطقس، وبعد كده هنا الكاميرا عن بعد. لو انت حبيت ان انت تلقط صورة تقدر تتحكم في الكاميرا بتاع الموبايل بتاعك من خلال الساعة.
هنا البحث عن الموبايل، لما بتربط الساعة بالموبايل دوست عليها الموبايل عندك هيرن. هنا الستوب ووتش والصوت والكلام ده كله. في نفس الوقت هنا برضو لو حبينا ندخل على الاعدادات، لو سحبنا من فوق كده لتحت هيظهر معانا وضع الفايبريشن. وهنا دي لو حبيت تربط الساعة بالموبايل علشان تقدر تعمل منها مكالمات او تشغل الموسيقى عليها. في نفس الوقت هنا تقدر تتحكم في السطوع بتاع الشاشة زي ما انتم شايفين. وبعد كده هندخل هنا على الاعدادات. اول حاجه هيظهر معانا السطوع اللي احنا شفناه من شويه، وبعد كده هنا اللغه هنا تقدر تعمل مزامنه مع الساعه مع الموبايل، بحيث ان اللغه بتاع الساعه تكون نفس اللغه بتاعه الموبايل، لكن ممكن تقفلها وتختار اللغه اللي انت عايزها. فيه هنا الانجليزي وفي برضو اللغه العربي، وفيها لغات كتيره جدا. هنا تقدر تعمل ايقاف التشغيل. هنا تقدر تغير طريقه عرض الايقونات اللي بره. نشوف كده زي ما انتم شايفين كده شكلها اتغير، فيها اكتر من شكل. ولو جينا بصينا كده هنا تاني هنروح هنا على كلمة سر، بحيث ان انت تقدر تعمل كلمة سر للساعة عشان لو مش عايز حد يستخدم الساعة مكانك. وهنا وضع توفير الطاقة، ده هيوفر لك في البطارية جدا. وهنا تقدر تعمل ضبط مصنع، وحاول هنا يظهر معاك نوع الساعة والاصدار بتاع السوفت وير بتاعهم. زي ما احنا قلنا هنا برضو ده وضع عدم الازعاج، عشان لو مش عايز اشعارات توصلك وانت نايم مثلا او في الاوقات اللي انت عايزها. يظهر معانا هنا التاريخ والبطارية، ودي العلامة الخاصة بتعرفك هل الساعة مربوطة مع الموبايل ولا لا. لو جينا بصينا كده، لو سحبنا من الشمال لليمين هيظهر معانا الاختصارات الخاصة بسجل الهاتف والطلب والكلام ده كله، عشان لو حبيت تعمل مكالمات زي ما شايفين كده. من بعض الملاحظات اللي انا شفتها في الساعه ديت ان الشاشه اول ما بتطفي علشان تشغلها مش هتشتغل معاك بالتاتش، لازم تدوس على زرار باور ضغطه بسيطه كده علشان الشاشه ترجع تشتغل معاك. بس هم حلوها طبعا من خلال ان انت مثلا كل ما تحرك ايدك كده فوق وتحت او اي حركة فالساعة هتنور معاك بشكل تلقائي. في نقطة حابب اكلمكم عنها هنا في الساعة ديت، وهي الاشعارات هنا بتوصلك اللغة الانجليزية ما فيهاش اي مشاكل، بتجيلك بشكل كامل زي ما انتم شايفين كده، ورسالة بتيجي واضحة بصراحة. لكن في مشكلة عندنا هنا وهو الاشعارات اللي باللغة العربية. بعض الاوقات بتوصلني بشكل مظبوط وبشكل واضح جدا زي ما انتم شايفين كده، لكن في بعض الاوقات بتجيلي بشكل معكوس، وده لحد دلوقتي انا مش عارف المشكله فين. لكن انا تواصلت معاهم وقالوا انه قريب جدا هينزل لها سوفت وير هيعالج الموضوع ده. لكن في جميع القوائم زي ما انتم شايفين كده فالعربي بتاعها ممتاز جدا وشكله كبير وواضح زي ما انتم شايفين. عشان نقدر نربط الساعة دي مع الموبايل كل اللي احنا هنعمله هننزل برنامج اللي هو سمارت تايم برو. بعد ما نفتحه هيظهر معانا بالشكل ده كده. هنروح على ديفايس ونفتح البلوتوث والجي بي اس ونعمل سيرش على الساعة، وهتظهر معانا زي ما انتم شايفين كده GRFC2. هيظهر معانا هنا البطارية هل هي متوصلة ولا لا. لو جينا دخلنا على الواتش فيس هنا هيظهر معانا اشكال كتيرة جدا للواتش فيس لو حبيت تغيرها اللي انت عايزه. في نفس الوقت برضو تقدر تضيف صورة شخصية ليك هنا للساعة براحتك جدا. هنا نوتيفيكيشن تقدر تتحكم في الاشعارات بتاعت البرامج، وهنا تقدر تتحكم في خاصية المكالمات لو انت عايز تفعلها، بس لازم طبعا تكون رابطها عن طريق البلوتوث. هنا بيجي لك تنبيه لو الساعة بعدت عن الموبايل، وفي نفس الوقت هنا برضو وضع عدم الازعاج. هنا المنبه، هنا التنبيهات الخاصة ان انت تقوم تشرب تقوم تتحرك كله موجود هنا. تقدر تتحكم في طريقة عرض التاريخ، وهنا تقدر تتحكم في الفايبريشن، وتقدر تتحكم في وقت تشغيل الشاشة بتاعة الساعة. وهنا الخاصية ديت الخاصة بان انت عايز الساعة تشتغل او الشاشة تنور ولا لا كل ما تحرك ايدك. زي ما انتم شايفين هنا كده بتقدر تتحكم فيها، تقفلها في الوقت اللي انت عايزه وتشغلها في الوقت اللي انت عايزه. هنا تقدر تتحكم في السنسورات الخاصة بقياس نبضات القلب الكلام ده كله. هنا متابعة الصحة النسائية، وهنا الكاميرا اللي احنا قلنا عليها. وبعد كده هيظهر معانا فريم وير ابديت. هنا ديت مهمة جدا. انا اول ما وصلت الساعة بالموبايل اول مرة جالي تحديث، وان شاء الله هيوصلوا تحديث تاني جديد علشان يحل مشكلة النوتيفيكيشن اللي باللغة العربية. هنا الفون بوك تقدر تضيف اسماء الاشخاص اللي انت عايز يعمل لها مزامنة وتظهر على الساعة لو انت حبيت تتصل بيهم على طول. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو انت عجبك المنتج ده فانا سايب لكم الرابط تحت تقدر تعرف منه التفاصيل كلها، ولو انت حبيت تشتريه برضو.
عايز اقول لك برضو ان ليه انا ما قلتش سعر الساعه ديت في الفيديو، لان السعر يا جماعه بيختلف من وقت اللي انا بصور فيه الفيديو عن الوقت اللي انت هتشتريه فيه. فلو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر فكلها هتكون موجوده ان شاء الله في اللينكات اللي انا هكون سيبها لكم تحت. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. وما تنسوش تشتركوا معانا على اليوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتويتر لو انت مهتم بالتقنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.